الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد صلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات ناد سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عناد على آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيب داعي الله النصيحة بالتوبة إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واصبروا على إقامة فرائضه التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها ومن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل الله رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر الله يحب المحسنين أرضه وسمائه المذكور فيهما بالجمع من نعمائه وصلى الله وسلم على خير مبعوث لنصر الحق وطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهاتل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار أما بعد فيا عباد الله عليكم بقول الله تعالى الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن رحمة الله قريب من المحسنين قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال أيضا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الشاعر يموت المرء والآثار تحيا ويبقى ذكره طول الزمان وكن في الناس مثل القيس نفعا ومثل المسك أوحا في المكان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا